السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبي طلبات الصف الثالث الثانوي اللي بأمر الله في آخر السنة دي هيكونوا رافعين راسنا وهنشوفهم علو السما وقد الدنيا يا رب. بنبدأ زي ما قلنا في الفيديو بتاع المقدمة بتاعتنا يونت 1 الكبيرة شوية، بس بأمر الله سهلة، مفيش حاجة صعبة إن شاء الله. فقول بسم الله وصلى على النبي ويلا بينا. ظهرك مفرود، مش عايزك في آخر السنة دي تأتب أو يحصل حاجة في ظهرك، عايزك كده تكون ظهرك مفرود والدنيا مظبوطه. هنبدا اول درس جرامر عندنا في اليونت وهو زمن الباست سمبل اللي انت خدته قبل كده وعارفه وعارف تفاصيله، مع شويه تفاصيل صغيره بسيطه كده جديده لانك كبرت. بنتكلم عن حاجه اسمها الباست سمبل. يعني ايه كلمه باست سمبل؟ كلمه باست سمبل يعني ماضي بسيط. تعال نتفق اتفاق. انا عايز الموضوع بالنسبه للازمنه، احنا عندنا 12 زمن في الانجليش، عايز الموضوع بالنسبه للازمنه يبقى حاجه كده شبيهه بالايه؟ شبيهه بقوانين الرياضه. انت في الرياضه بيكون عندك قوانين، صح؟ هتقول لي صح. القوانين دي بتكون ثابته ولا متغيره؟ القوانين يا مستر محمد ثابته. ايه اللي بيتغير؟ الارقام بتاعه المسائل. حصل. انا عايز اعمل حاجه زي كده في ال 12 زمن بتوع الانجليش، ازمنه الانجليش هم 12. عايز اعمل قانون ثابت امشي بيه، قانون اكون عارف انا اول ما اشوف كلمه زمن على السبوره انا هبدا اشتغل ازاي او هقول ايه، والتفاصيل تختلف من زمن لزمن بس القانون يفضل ثابت. رتبها كده بعد اذنك. اول ما تشوف كلمه زمن كذا اي زمن، قول يا مستر بسرعه قول لي الخمس نقط اللي لازم اعرفهم عن كل الازمنه. ايه الخمس نقط اللي عايز اعرفهم عن الازمنه؟ رقم واحد، لازم تعرف الزمن ده بيعبر عن ايه، يعني الزمن ده امتى بستخدمه. بعد كده لازم تعرف الزمن ده بيتكون من ايه. في ناس بتحب تبدا بالاستخدام بتاع الزمن وفي ناس بتحب تبدا بتكوينه، فالحتتين الاولانيين دول مفيش مشكله، ممكن مره نبدا بيعبر عن ايه، ممكن مره نبدا بيتكون من ايه، مش قصه خالص. المهم مشيها عشان نثبت بس القاعده المهمه اللي قلت لك عليها بتاعت الخمس خطوات، انك لازم تعرف الزمن بيعبر عن ايه، بيتكون من ايه، ازاي بنفي، ازاي بسال، كلمات داله. هقول تاني واحفظ الكلام ده، طبعا مش هقعد اقول كتير، فانت هترجع الفيديو 10 ثواني وتحفظ معايا الخمس نقط دول. تاني، بيعبر عن ايه، بيتكون من ايه، ازاي بنفي، ازاي بسال، ايه الكلمات الداله بتاعته. دول الخمس حاجات الاساسيه اللي عايزك تعرفهم عن كل زمن في الدنيا، زائد الباسيف بتاعه. الباسيف مش من ضمن التكوينات بتاعت الزمن، بس انا عايزك تكون عارفه لانه مهم جدا جدا. وانا يعني في الازمنه اللي في الاول في يونت 1 و2 و3 وهكذا مش هتك على الباسيف قوي، لان انت عندك في يونت 8 يونت 8 فيها باسيف الحياه، فيها باسيف الانجليش كله. فمبدئيا لازم اعرف الزمن بيعبر عن ايه، بيتكون من ايه، ازاي بنفي، ازاي بسال، ايه الكلمات الداله بتاعته، وفي الاخر هناخد الايه، هناخد الباسيف. بس ركز معايا في الخمسه بتوع النهارده. زمن الماضي البسيط او الباست سمبل، بكل بساطه احنا عندنا ثلاث فترات في حياتنا. ثلاث فترات في حياتنا اللي هم الماضي والمضارع والمستقبل. الماضي يعني حاجة حصلت، المضارع يعني حاجة بتحصل، المستقبل يعني حاجة هتحصل. بشكل مبسط كده دي الصورة العامة عن موضوع الأزمنة. فتعالى نتكلم عن الماضي البسيط بيعبر عن إيه؟ الماضي البسيط بكل بساطة بيعبر عن إن في فعل بدأ في الماضي وانتهى في الماضي، بس كده. ما تسمعش اي كلام تاني، سيبك من اي تفاصيل تانية، لان التفاصيل التانية عبارة عن رغي كتير اللي هتشوفه بقى في كتاب خارجي او رغي كتير بيصب في الحتة دي. الماضي البسيط بيعبر عن فعل بدأ في الماضي وانتهى في الماضي. هتلاقي كتب تقول لك مثلا بيعبر عن، او بستخدمه لما اعمل سرد احداث في الماضي. ما هو سرد احداث في الماضي يعني حاجات بدأت في الماضي وانتهت في الماضي. بيتكلم عن عادات في الماضي، ما هي عادة في الماضي يعني بدأت في الماضي وانتهت في الماضي. فانت ريح دماغك واحفظ اللي انا هكتبه دلوقتي، ان الماضي البسيط ده بيعبر عن حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي. تاني، الماضي البسيط بيعبر عن فعل حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي. حلو جدا. يعني في رأيك كده بالعربي هقول باكل ولا كلت؟ هقول كلت. بشرب ولا شربت. بلعب ولا لعبت. بذاكر ولا ذاكرت. بزور صاحبي ولا، هتقول لي زرت. ده كده زمن الماضي البسيط بكل بساطة. ودي أول نقطة اللي هي بيعبر عن إيه. خش على النقطة الثانية المهمة جدا وهي نقطة بيتكون من إيه. الماضي البسيط ومعظمكم عارف لأنه زمن قديم خدناه قبل كده، بيتكون من حاجة اسمها التصريف
التاني للفعل. تاني كده بيتكون من التصريف التاني للفعل. ايه يا مستر محمد التصريف التاني ده؟ بكل بساطة التصريف التاني هو الشكل التاني للفعل. ايه التصريف التاني وايه الشكل التاني للفعل؟ احنا بنحفظ الافعال بكام شكل يا جدعان؟ بنحفظ الافعال بثلاث اشكال. الثلاث اشكال دول التاني منهم هو التصريف التاني او الشكل التاني. ده زمن الماضي البسيط. طب هو احنا كنا بنجيب الشكل التاني او التصريف التاني للفعل ده ازاي؟ قال لك انت عندك طريقتين. عندك حاجه اسمها regular verb. يعني ايه كلمه regular verb؟ يعني فعل منتظم. منتظم يعني يتبع قاعده. وعندك فعل irregular verb. يعني ايه irregular؟ يعني فعل شاذ. الشاذ يعني لا يتبع القاعده. ايه القاعده بتاعتنا يا مستر محمد؟ ابدا بالمنتظم الاول. قال لك انت هيكون عندك verb متضاف له حاجه من ثلاثه، يا اما دي يا اما اي دي يا اما اي اي دي. ده الفعل المنتظم. دي زي الفعل يوز اللي اخره اي، احط له دي بس يبقى يوزد. دي زي الفعل decide اللي اخره اي، احط له دي بس يبقى decided، وهكذا. ركز معايا الاخيره عشان هرجع بس للاي دي في الاخر، اللي هي الاي اي دي. امتى بستخدم الاي اي دي او امتى بحطها؟ الكلام ده قديم وانتوا عارفينه بس لازم نقوله. لما يكون الفعل محقق لك شرطين. فعل زي الفعل مثلا try ده محقق الشرطين بتوعي. ايه الشرطين في استخدام الاي اي دي؟ قال لك ان الفعل بتاعك ينتهي بواي، بس الواي يكون قبلها حرف ساكن. ايه الحروف الساكنه دي؟ الحروف الساكنه هي اي حرف في الانجليش غير الخمسه المتحركين. ايه هم الخمسه المتحركين؟ A E I O U. دول الخمس حروف المتحركه. اي حرف غيرهم من ال 26 حرف ده اسمه حرف ايه؟ ساكن. نرجع تاني للشرطين بتوعنا، ان لازم الفعل بتاعك يكون بينتهي بواي وقبل الواي في حرف ايه؟ في حرف ساكن. فانت عندك اهو الفعل تراي ده عشان اجيب التصريف الثاني منه عشان اخليه ماضي انا هخليه ترايد. ساعتها بعمل ايه؟ بشيل الواي واروح حاطط اي اي دي. زيه الفعل ستادي اللي بيبقى ستادد. زيه الفعل كاري اللي بيبقى كاريد. طب مستر زيه مثلا الفعل بلاي؟ هقول لك ماشي. بلاي محقق لي شرط واحد بس مش الاثنين. بلاي محقق لي شرط واحد بس، ان اخره مين؟ اخره واي. بس الواي مش قبلها حرف ساكن، الواي قبلها ايه؟ الاي دي حرف ايه؟ حرف متحرك. يبقى لا مش هينفع نحط له اي اي دي. لازم عشان تحط الاي اي دي تحقق الشرطين، الفعل بينتهي بواي وقبل الواي في حرف ايه؟ ساكن. فبلاي هيبقى بلايد عادي. انا كده خلصت دي وخلصت دي. اول واحده الفعل بيتحط له دي لما يكون منتهي باي، زي الفعل زي ما اتفقنا used او الفعل decided. بعد كده لو الفعل بينتهي بواي وقبلها حرف ساكن بحط اي اي دي. باقي الافعال كلها المنتظمه بتاخد اي دي عادي جدا. دي الافعال الايه؟ المنتظمه. خش على الافعال الشاذه. احنا اتفقنا الافعال الشاذه يعني فعل ملوش قاعده، ملوش حاجه بتحكمه. فكل اللي بعمله ان انا بحفظ الفعل ده، وانا متاكد ان انتوا جدعان وفي افعال كتير حافظينها. زي الفعل باي بيبقى بوت، زي الفعل think بيبقى thought، زي الفعل catch بيبقى caught، زي الفعل fight بيبقى fought، زي go بيبقى went، زي see بيبقى so، زي come بيبقى came، وهكذا. وفي افعال ما بتتغيرش شكلها خالص، زي cut بيبقى cut، زي put بيبقى put، زي read بيبقى read. كده انا الحمد لله واتمنى تكون فاهمني لحد دلوقتي خلصت نقطتين من الخمسه بتوع الزمن. ايه هم الخمس نقط؟ بيعبر عن ايه؟ بيتكون من ايه؟ ازاي بنفي؟ ازاي بسأل؟ كلمات دل. انا عرفت دلوقتي حاجتين. الماضي البسيط بيعبر عن ان في حدث فعل بدأ في الماضي وانتهى في الماضي. تاني بدأ في الماضي وانتهى في الماضي. بيتكون من التصريف الكام؟ التاني. اللي هو الشكل الكام؟ التاني. اللي بجيبه بكام طريقة؟ اتنين، يا فعل منتظم يا فعل شاذ. المنتظم بحط في اخره دي او اي دي او اي اي دي. اما الشاذ بعمل فيه ايه؟ بحفظه. كده انا خلصت اتنين. خش على التالتة. لو انت فاكرها بيعبر عن ايه؟ بيتكون من ايه؟ ازاي بنفي؟ انا عايز اتعلم ازاي بنفي الماضي البسيط دلوقتي. يلا بينا. نفي الماضي البسيط يا جدعان بيكون بثلاث طرق. ثلاث طرق بنفي بيهم الماضي البسيط. اولهم اول واحده اللي كلنا عارفينها وحافظينها، ان انا بنفي الماضي البسيط باستخدام didn't. بس خد بالك من حاجه مهمه جدا جدا. didn't لازم يجي بعدها فعل في المصدر.
فعل في المصدر ده يعني تصريف كام؟ اول، يعني الشكل الاصلي او الشكل الاساسي للفعل ده اسمه فعل فين؟ في المصدر، يعني التصريف الاول، المصدر بدون اي اضافات. يعني انا لو قلت لك مثلا example yesterday I studied French. امبارح انا ذاكرت فرنساوي. دي جملة ماضي بسيط عادية جدا بسبب كلمة yesterday اللي معناها امبارح، يبقى بتكلم على حاجة بدأت في الماضي وانتهت في الماضي. و I studied اللي هو التصريف الكام؟ التاني بتاعي. انا عايز انفي الجملة دي باستخدام didn't زائد فعل في المصدر، فهروح قايل بكل بساطة، هروح قايل yesterday I didn't. بالله عليك اوعى تنسى ان didn't بعدها فعل في المصدر، يبقى yesterday I didn't study، مش studied I didn't study. وكمل جملتك I didn't study French. ادي اول طريقه في نفي الماضي البسيط، ان انا استخدم مين؟ didn't زائد فعل في المصدر. didn't زائد فعل في المصدر. الطريقه الثانيه انا بستخدم حاجه اسمها never. never دي جميله قوي يا جدعان، جميله لطيفه قوي. ممكن استخدمها تقريبا في نفي كل الازمنه بتاعه الانجليش تقريبا، مش كله، مش هخش في الحته دي دلوقتي. فمستخدمه كتير وليها قاعده جميله قوي. قاعدتها الجميله انها بتقول خدوني معاكم ومش هعمل صوت. يعني ايه خدوني معاكم ومش هعمل صوت؟ ما بتغيرش حاجه، ما لهاش صوت، ما بتتكلمش، ما لهاش طلبات، ما بتصدعناش. على عكس didn't اللي كان ليها صوت وكانت مصدعانا. يعني ايه يا مستر ليها صوت؟ ليها صوت يعني طلب الطلب اللي هو انت عايزني اجي كفعل مساعد اساعدك في النفي، حاضر هاجي، بس ليه طلب. ايه الطلب او الشرط؟ ان انت التصريف الثاني بتاعك اللي هيكون في الجمله الاصليه انا مش عايزاه، انا عايزاه يبقى تصريف اول مصدر بدون اي اضافات. وادي مثال اهو، ان yesterday I studied French، لما استخدمنا didn't بقت I didn't study. ولو قلت I ate pizza هتقول I didn't eat pizza. ولو قلت I visited my uncle هتقول I didn't visit my uncle، وهكذا. فانت لما هتنفي didn't بتغير في الجمله وتخلي اللي بعدها مصدر. ولكن never جميله بدون تغيير، ما بتغيرش اي حاجه، ما بتغيرش، ده انت تنح، ما بتغيرش حاجه خالص خالص. يعني ايه يا مستر؟ انت هتجيب نفس الجمله اللي احنا كنا كاتبينها فوق دي وهتحط فيها never. شكرا، انت كده نفيت من غير ما تغير حاجه. يعني yesterday I studied French هتبقى yesterday I انفي never، اوعى تغير اي حاجه، يبقى yesterday I never studied French. القلم موجب معانا والله. I never studied French. Yesterday I ate pizza هتبقى yesterday I never ate pizza، ما تغيرش حاجه في الجمله. I visited my uncle هتبقى I never visited my uncle yesterday أو last week أو أيا كان. دول أول طريقتين في نفي الماضي البسيط، didn't زائد فعل في المصدر ونيفر بدون تغيير. الطريقة الثالثة المهمة جدا جدا في نفي الماضي البسيط، ركز معايا. احنا ممكن ننفي الماضي البسيط ب wasn't أو weren't. ممكن ننفي الماضي البسيط بمين؟ wasn't أو weren't. طبعا مش محتاج أقول، بس هقول إن wasn't أنا بستخدمها مع مين؟ مع I أو مع he أو مع she أو مع it أو مع أي مفرد أنا بستخدم was بطبيعة الحال. where أنا بستخدمها مع you ومع we ومع they ومع أي جمع. ماشي؟ طب أنا دلوقتي يا مستر عارف إمتى بستخدم wasn't إمتى بستخدم weren't. أنا عايز أعرف في الماضي البسيط أنا هستخدم wasn't weren't إمتى؟ إيه اللي يخليني ما اختارش ولا didn't ولا never واختار في السؤال بتاعي wasn't أو weren't؟ بكل بساطة لما يكونوا أفعال أساسية، لما يكون verb to be فعل أساسي في الجملة. هتقول لي يا مستر محمد بلاش كلام معقد الله يبارك لك عشان أنا أصلا زهقان، ما تقوليش ولا أساسي ولا مساعد. أنا عايز أعرف إيه اللي هيجي زي ما عرفتني بالطريقة كده إن didn't بعدها فعل في المصدر، فأنا في الامتحان لما يقابلني مصدر هختار didn't. لما يقابلني جملة ماضي بسيط فيها كلمة دالة على الماضي البسيط والتصريف الثاني زي ما هو وعايز ننفي هختار never. فعرفني ايه اللي بيجي بعد الاثنين دول. اقول لك حاضر عينيا. wasn't و weren't انت بتستخدمهم
في حاله واحده بس ممكن نعبر عنها بطريقتين. اول طريقه للتعبير عن الحاله دي ان مفيش فعل بعد النقط، ان انت ما يكونش عندك فيه فعل. يعني يا مستر محمد مفيش فعل؟ هقول لك تعالى كده بسرعه لو سمحت بسرعه. هو ايه اللي كان جاي بعد didn't؟ فعل في المصدر اهي. I didn't study ده ايه؟ ده كان فعل. هو ايه اللي كان جاي بعد never بدون تغيير؟ يعني الجمله الاصليه زي ما هي، يعني فعل في التصريف الثاني. يبقى اذا didn't جه بعدها فعل في المصدر، never جه بعدها فعل في التصريف الثاني، باختلاف اشكالهم. اي نعم، ده كان study وده كان studied، ولكن الاثنين افعال. هنا انا بقول لك ان wasn't و weren't مش هيجي بعدهم افعال. هتقول له مستر ماشي لو سمحت، انا عايز اعرف، مش هحفظ دي بس، مفيش فعل، ايه اللي هيكون موجود بعد النقط؟ هقول لك موجود بعد النقط حاجه من ثلاثه. هيكون موجود اسم او صفه او حرف جر. دول الثلاث حاجات اللي حاجه منهم هتكون موجوده عشان استخدم wasn't او weren't. example عشان ما تتوهش مني. هقول لك مثلا last week she not happy at the party. الاسبوع اللي فات هي ما كانتش مبسوطه في الحفله. بص كده بعد النقط بكل بساطه هتلاقي عندك هابي. بسرعه كده قول لي هي هابي دي عباره عن ايه؟ مبدئيا هابي دي مش فعل. طب هي هابي ايه يا مستر محمد؟ هابي عباره عن صفه. يبقى انا لو عايز انفي الجمله دي ما ينفعش اقول last week she didn't happy، ولا ينفع اقول last week she never happy. الاجابه الصح ان هقول last week she wasn't happy at the party. ليه استخدمت wasn't؟ بسبب وجود happy اللي هي صفه او عشان مفيش فعل. خد example كمان. هقول لك مثلا yesterday they not at home. yesterday they not at home. هم امبارح ما كانوش في البيت. ما ينفعش اقول yesterday they didn't at home. ما ينفعش اقول yesterday they never at home. الاجابه الصح ان سيادتك تقول yesterday they weren't at home. مستر محمد ليه؟ عشان حاجه واحده بس ممكن اعبر عنها بطريقتين. اول حاجه ان انت عندك ما فيش فعل بعد النقط، انت عندك ات. طب هي ات ايه يا مستر محمد؟ ات عباره عن حرف جر. يبقى انت كده استخدمت weren't. دول كانوا الثلاث طرق بتوع نفي الماضي البسيط المهمين جدا جدا، واتمنى تكون عرفت تفرق ما بينهم. خش على اللي بعده. حد فاكر بيعبر عن ايه؟ بيكون من ايه؟ ازاي بنفي؟ ازاي بسأل؟ ماشي. ازاي هسأل يا مستر محمد؟ المفروض ان انا في الطبيعي ان تكوين السؤال بتاع yes or no السؤال العادي بيكون فعل مساعد، بعد كده فاعل، بعد كده فعل اساسي. هجيب الفعل المساعد منين؟ عود نفسك على حاجه. احنا ما بنجيبش افعال مساعده من المريخ، ما بنجيبش افعال مساعده من بره. انت بالفعل بتكون مستخدم الفعل المساعد في النفي. فقول معايا الجمله دي واحفظها زي اسمك. الفعل المساعد اللي بنفي بيه بسأل بيه. قول معايا الفعل المساعد اللي بنفي بيه بسأل بيه. تاني، الفعل المساعد اللي بنفي بيه بسأل بيه. ماشي يا مستر، وريني موضوع الفعل المساعد اللي بنفي بيه بسأل بيه. ركز معايا، الفعل المساعد بس اللي بنفي بيه هو اللي بسأل بيه. تعال نرجع كده بيج. يا didn't هو انت فعل مساعد؟ يبقى زي ما استخدمتها في النفي هستخدمها في السؤال، بس طبعا هتبقى did مش تبقى didn't. طب يا never هو انت فعل مساعد؟ لا. يبقى اذا خليكي في النفي زي ما انت، مش عايزينك في السؤال. يبقى انا كده محوش معايا ان انا هستخدم did في السؤال لان انا استخدمتها في النفي كفعل مساعد. طب wasn't و weren't هو انتوا افعال مساعده؟ احنا ممكن نكون افعال اساسيه وممكن نكون افعال مساعده عادي جدا جدا. يبقى انا طلعت من الثلاث طرق بتوع نفي الماضي البسيط طلعت طريقتين بس انا هسال بيهم. هسال بدid وهسال بواز او were. ماشي. اول سؤال بتاع did الصيغه هتبقى كده did زائد فاعل عادي جدا زائد فعل في المصدر. مستر هو احنا ليه حطينا فعل في المصدر؟ عشان اقول اللي انا هقوله دلوقتي. اللي بيحصل بعد النفي بيحصل بعد السؤال. قول معايا اللي بيحصل بعد النفي بيحصل بعد السؤال. انت بعد النفي حطيت بعد didn't فعل في المصدر، هو اللي اتحط بعد didn't هو اللي هيتحط بعد did. يبقى انت عايز فعل في المصدر. ماشي، اديني مثال. حد فاكر الامثله؟
كان I studied French yesterday تقريبا. فانا لو عايز اسال حد واقول له هل انت ذاكرت فرنساوي امبارح هيبقى did. ها you، اوعى تقول studied. did you study، كمل بقى French yesterday. هل انت ذاكرت فرنساوي امبارح؟ عايز اقول هل كلت بيتزا الاسبوع اللي فات، هقولها ازاي؟ هقولها did you ate ولا eat؟ اجدع جدعان eat. did you eat pizza last week مثلا؟ يبقى اذا ادي السؤال بدid، بس ده سؤال بهل. ده سؤال بهل. مستر لو عايز اعمل سؤال بأداة استفهام بعمل ايه؟ نفس تكوين السؤال اللي انت شايفه قدامك، وبتبدا بالكويستشن وورد هنا. يعني عايز اقول لحد انت ذاكرت ايه امبارح، هروح قايل له what did you study yesterday. عايز اقول لحد انت اكلت البيتزا فين، هقول له where did you eat pizza. يبقى انت نفس التكوين ده الاساسي. ده السؤال بهل. عايز تعمل سؤال بأداة استفهام، بترمي الاستفهام بتاعك في الاول. ادي اول طريقه لنفي لسؤال الماضي البسيط. طب الثانيه حد فاكر؟ انت افتكرت المفروض ان انا كنت هسال بواز او وير، فاروح حاطط was واروح حاطط where، وبطبيعه الحال في تكوين السؤال هحط ايه؟ هحط فاعل. ايه اللي هيتحط هنا؟ اللي بيحصل بعد النفي بيحصل بعد السؤال. قول معايا، اللي بيحصل بعد النفي بيحصل بعد السؤال. الناحيه الثانيه كان عندي اسم او صفه او حرف جر، يبقى اللي هنا هيبقى اسم او صفه او حرف جر. تعالى عايز اعمل اسئله على الجمل اللي كنت كاتبها هناك. عايز اقول هل هي كانت مبسوطه؟ اروح قايل was she happy. كمل للاخر بقى at the party last week. ليه استخدمت هنا was مش did؟ عشان انا ما عنديش فعل في المصدر، ده انا عندي صفه اللي هي happy، ما عنديش فعل. هل هم كانوا في البيت؟ اقولها ازاي؟ اقول were they at home yesterday. هل هم كانوا في البيت امبارح؟ وهكذا. خلصنا 4 حاجات من ال5. ايه هم ال5؟ الزمن لازم اعرف بيعبر عن ايه، بيتكون من ايه، ازاي بنفي، ازاي بسأل، كلمات دالة. تاني بيعبر عن ايه، بيتكون من ايه، ازاي بنفي، ازاي بسأل، كلمات دالة. عود نفسك على ال5 دول، هفضل اعيدهم كتير. عود نفسك عليهم بداية من النهارده. الماضي البسيط كان بيعبر عن فعل بدأ في الماضي وانتهى في الماضي، بيتكون من التصريف الثاني للفعل اللي هو الشكل الثاني للفعل اللي بجيبه بطريقتين، فعل منتظم او فعل شاذ. المنتظم فيرب زائد اي دي او دي او اي اي دي، الشاذ بحفظه. النفي ب3 طرق. didn't عفوا didn't زائد فعل في المصدر. never بدون تغيير يعني بعدها تصريف ثاني. wasn't او weren't لو مفيش فعل، امال ايه اللي بيكون موجود؟ اسم او صفه او حرف جر. الفعل المساعد اللي بنفي بيه بسأل بيه، الفعل المساعد اللي بنفي بيه بسأل بيه. نفيت بدidn't يبقى هسأل بدid زائد فاعل زائد مصدر. نفيت بwasn't وweren't هسأل بواز او وير وفاعل واسم وصفه وحرف جر. ونيفر بتاعت نفي بس مش هستخدمها في السؤال. فاضل ايه من ال5؟ فاضل الكلمات الدالة. يلا بينا. الكلمات الدالة اللي والله معظمكم حافظها، انا عارف. ركز قوي. انا عندي حاجة اسمها yesterday، وعندي حاجة اسمها last وago، وعندي once، وعندي in the past. yesterday, last, ago, once, in the past. وعندي المهمة جدا in زائد سنة ماضية. in زائد سنة ماضية in 1999 سنة 1999. يبقى خلاص طالما اديتني 1999 في بداية الكلام، يبقى اللي جاي حكاوي عن حاجات مش بتحصل ولا هتحصل، دي حاجات حصلت. صح ده قوي. والتعبير المهم جدا ده when I، طبعا هي مش شرط تبقى I، ممكن أي فاعل. when I was كذا. when I was young لما كنت صغير، يبقى اللي جاي ماضي. when I was a student لما كنت طالب، يبقى أنا دلوقتي مش طالب، بتكلم على الماضي. when I was in Canada لما كنت في كندا، يبقى برضو الكلام على إيه؟ على ماضي. صح الكلام ده. وعندي حاجة اسمها that زائد وقت، اللي بتساوي حاجة اسمها the other زائد وقت. الاتنين بيساوي بعضها. that day بتساوي the other day، معناها
يومها، ذلك اليوم، امبارح او يوم عدى. ممكن اقول لك مثلا ان انا حضرت فرح صاحبي الشهر اللي فات. I attended my friend's wedding party last month. And that day، ويومها اللي هو امتى؟ يومها اللي هو يوم فرح صاحبي اللي كان الشهر اللي فات. After the wedding party we had fun. بعدها خرجنا ببساطنا، قضينا وقتنا. يبقى that day او the other day بيجي بعدهم that يعني، و the other بيجي بعدهم وقت، الوقت ده الماضي. the other month او that month ذلك الشهر، يعني شهر عدى. that week او the other week ذلك الاسبوع، يعني اسبوع عدى. that year او the other year تلك السنة، يعني سنة برضو عدت. دي الكلمات الدالة على الماضي البسيط. صعب الكلام ده؟ مش صعب. خلصنا ان شاء الله، مش صعب. خلصنا الخمس حاجات بتوعنا. الزمن بيعبر عن ايه، بيتكون من ايه، ازاي بنفي، ازاي بسأل كلمات دالة. اوعى تنسى ان في حاجة ستة قلت لك عليها لازم تبص عليها، وهي الباسيف. هو يعني ايه الاول؟ يعني ايه باسيف يا جدعان؟ باسيف يعني مبني للمجهول. مين اللي بيكون مجهول؟ وده الاستخدام الشائع للباسيف. في يونت 8 ان شاء الله في بدايه المحاضره بتاعتنا هديك كل استخدامات الباسيف، اللي هم 3 استخدامات اساسيين عشان استخدم المبني للمجهول. بس نتكلم دلوقتي في الاستخدام الشائع بتاع الباسيف. الباسيف ليه استخدام شائع قوي. ايه هو؟ ان الفاعل بتاعك ما يكونش معروف. في ناس تقول لك مفيش فاعل في الجمله، بس الفعل ما اتعملش لوحده، ما اتعملش شيطاني. فما تقولش مفيش فاعل، قول في فاعل، في حد عمل الفعل، لان الفعل مش هيتعمل لوحده، بس احنا ما نعرفش الفاعل ده. احكي لك قصه قصيره، مش حزينه والله، قصه قصيره حقيره حرفيا. احكي لك معاناه ناس في بيوتها، وناس بتتاذي نفسيا بسبب اللي بيحصل ده. سيادتك قاعد، لو انت بتحب عصير برتقال زيي، فانت هتلاقي دايما في بيتكم في، ان ما كانش شوال برتقال، شنطه برتقال كبيره. قاعد حسيت ان انت عايز تعمل عصير برتقال. قمت ورحت جايب الايه، العصاره بتاعتك. ماشي. زمان كنا بنبذل مجهود، بنقعد نشقى ونقعد نلف كده. دلوقتي بقى في بتاع سيس، انت بتحط البرتقانه وهي اللي تقعد تلف. انا مالناش في الكلام ده يا باشا، احنا ناس بتوع جو قديم. فبتمسك البرتقانه وتقعد تعمل ايه؟ تلف تلف تلف. وبتحصل الحاجه المتخلفه اللي كلكم عارفينها في البرتقال، ان انت الشنطه الكبيره دي هتعمل لك كوبايه واحده. فتحس ان انت بتحاول توصل لهدف، بتكافح كفاح البرتقال، وتقعد تعصر تعصر، والبرتقانه بتنزل لك نقطه. تعصر تعصر تعصر، خلاص الشنطه كلها، وعملت شوب البرتقال الرهيب بتاعك. تروح فاتح الثلاجه، فاتح الباب، تروح حاطط كوبايه البرتقال، وتقول لها كمان ساعتين ارجع الاقيك مشبره يا كوبايه فظيعه عندي. قصه قصيره معفنه. تفتح الكوبايه كمان ساعتين، اوعى تقول لي ما لاقيش الكوبايه. حرقه الدم في انك هتلاقي الكوبايه. انت هتلاقي كوبايه البرتقال بتاعتك مشبره زي ما انت كنت عايزها، بس للاسف فاضيه. السؤال هنا، هل هقول بابا شرب برتقال؟ معرفش، مش هظلم الراجل. هل هقول امي شربت البرتقال؟ دي مش اعمال الامهات، امي اصلا بتديني العصير بتاعها. هل هقول اخويا شرب البرتقال؟ انا عارف انك قلت بنسبه كبيره هو الشخص الحقير ده، بس برضو احنا مش متاكدين، مش عارفين. فهتبدا فقره الصياح للصباح بتاعتك، وتبدا تمشي في الشقه زي المجنون وعمال تزعق: يا جدعان يا اللي في البيت، كان في كوبايه برتقال في الثلاجه. كان في كوبايه برتقال وشربت ولا اتشربت؟ اتشربت. تاني، كان في كوبايه برتقال واتشربت. كان في بيتزاية على الترابيزه واتاكلت. فانت لعدم معرفتك بالفاعل بدات الجمله بالمفعول، لعدم معرفتك بالفاعل اللي شرب العصير او اللي كل البيتزا بدات الجمله بالمفعول اللي هو العصير اللي اتشرب او البيتزا اللي اتاكلت. ده صوره مختصره عن المبني للمجهول. احنا اتفقنا اتفاق في اول الحصه دي ان انا عندي 12 زمن في الانجليزي. ال 12 زمن انا عايزك طبعا في ازمنه ما بتجيش من مبني للمجهول، مش قصتنا خالص دلوقتي. هنتكلم عن كل التفاصيل دي في يونت 8. عايزك اول ما تشوفني كاتب كلمه باسيف على السبوره، سواء دي او في السنتر، تقول لي يا مستر هنعمل حاجتين ثابتين في كل الازمنه. ايه هما؟ ان انا هبدا جملتي بالمفعول الاوبجكت، وهقفل جملتي بالبي بي، ثوابت مش متغيرات، كانه قانون. اللي في النص هنا هيتغير بتغير الزمن، اللي في النص هو اللي هيتغير، بس دول ثوابت مبني للمجهول. هبدا جملتي بالمفعول واقفلها بالبي بي. طب ايه اللي هيتحط في النص في زمن الباست سمبل؟ قال لك هتحط حاجه اسمها was وحاجه اسمها were.
عايز اقول العصير اتشرب اللي انا لسه قايلها وكنت عمال اصيح بيها من شويه دي، فاروح قايل the orange juice او the juice. ها ادي المفعول بتاعي اللي اتشرب، واروح منزل was كاننا بنعوض في قانون رياضي. the juice was، والدرينك التصريف الثالث بتاعه هيبقى drunk. عايز اقول البيتزا بتاعتي اتاكلت، فهبدا بالبيتزا my pizza او the pizza ها was، والفعل eat التصريف بتاعه هيبقى ايه؟ التصريف الثالث بتاعه هيبقى eaten. مهم جدا جدا ده. الباسيف مهم. عارفين اصعب حاجه في جمله الباسيف ايه؟ اصعب حاجه في جمله الباسيف اكتشاف انها جمله باسيف. طلبه كتير عارفه القاعده بس ما بتاخدش بالها من ده. لازم تركز في ان الجمله بتاعتك بادئه بالمفعول. المفعول ده مش اللي عمل، ده المفعول ده اللي اتعمل، اللي وقع عليه فعل الفاعل. العصير ما شربش، العصير اتشرب. والبيتزا ما كلتش، البيتزا اتاكلت. خلصت الزمن الماضي بسيط؟ لازم تخلصه عشان لو ما خلصتوش مش هينفع. فانت لو ما شفتش الماضي البسيط ما ركزتش فيه، لازم تركز فيه شويه. بس دلوقتي انا هتكلم على some special cases about the past simple، يعني شويه حالات كده مميزه، شويه حالات لازم تتعرض لها، لازم تعرفها. في حاجات بيظهر فيها الماضي البسيط المنطق والعقل والترجمه بتاعت العربي للانجليزي مش هتنفعك فيها. يا مذاكر الحاله فهتعرف تحل عليها، يا اما لو ما ذاكرتهاش او لو ما شفتهاش قبل كده الموضوع هيبقى غريب عليك ومش هيجي في بالك اصلا انك ممكن هنا تستخدم الباست سمبل. اول تعبير معايا التعبير ده، تعبير اسمه it's time. بص، هو في حاله مع التعبير ده بنستخدم فيها ماضي بسيط، بس انا بما اننا جبنا سيره التعبير مش هتكلم عن ماضي بسيط بس، انا هتكلم عن كل حالاته وافهمك ايه التعبير ده وبيتكلم عن ايه. التعبير ده بيجي وراه 3 حاجات. it's time يا صديقي يا بيجي وراها to المصدر، يا بيجي وراها for، وfor بيجي وراها حاجه من 2، يا اما verb و ing يا اما noun. اما الحاله المهمه جدا جدا بتاعتنا بقى، بتاعت السبيشال كيس بتاعت الماضي البسيط، ان it's time لو جه بعدها فاعل فانت بتستخدم ماضي بسيط. ماشي يا مستر محمد، انا عايز افهم it's time دي بتتكلم عن ايه. رقم 1، it's time يعني حان الوقت، يعني جه الوقت، يعني جه وقت كذا يلا بينا نعمله. ركز معايا قوي في الكلام ده. تخيل معايا ان مثلا ماما عامله ميعاد للغدا بتاعنا الساعه 2، احنا ناس بنحب نتغدى الساعه 2، فناس منظمه وبتاع، فجاه الساعه 2 جت فيلا حبايبي جه وقت الغدا او جه وقت الاكل يلا ناكل. ماما عشان تعبر عن ده وتقول جه وقت الاكل هتستخدم التعبيرين اللي بالازرق دول. يا اما تقول it's time to eat، تاني كده قول معايا ها it's time to eat يعني يلا حان وقت الاكل. يا اما تقول it's time for eating، for بعدها ing. يا اما تقول it's time for lunch، it's time for dinner، it's time for breakfast وهكذا. او ممكن النون ده نحط حاجه كتير، it's time for pizza، it's time for pasta، it's time for اي حاجه. مثال كمان عشان تثبت معاك، انت مثلا مثبت ميعاد مع اصحابك، انتوا قاعدين في البيت عندكم متجمعين وعارفين ان انتوا هتنزلوا الساعه 6، الساعه 6 جت فده وقت الخروج بتاعكم، فهتقول لهم ايه؟ يلا it's time to leave، it's time to go to المصدر، او it's time for leaving، او it's time for going، او it's time for a picnic مثلا، يلا بينا ده جه وقت الايه؟ النزهه بتاعتنا. يبقى اذا حان الوقت، جه الوقت بتاع الحاجه اللي انت مرتب لها، بتستخدم it's time to المصدر، او it's time for ing او noun. جه وقت المذاكره it's time to study، او it's time for studying، او it's time for English مثلا. اظن الكلام لحد دلوقتي مش صعب خالص. it's time فاعل ماضي بسيط. طب احنا لو هنتكلم على التكوين فانا متاكد ان انت لو جيت في الامتحان خلاص انت حليته. لو بخاطب طالب بس لاغي مخه، وانا عارف ان ما حدش فيكم لاغي مخه ان شاء الله، بخاطب طالب بيشوف بس هيقول لك خلاص انا لا هاخد الدرجه لو جت في الامتحان. هشوف ايه اللي جاي بعد اتس تايم، لو تو يبقى مصدر، لو فور اي ان جي او ناون، ولو فاعل هستخدم ماضي بسيط. بس انا عايزك تكون فاهم ما تبقاش حافظ بس. ايه اتس تايم فاعل ماضي بسيط دي؟ احنا قاعدين، تخيل معايا ان احنا قاعدين وميعاد الغداء بتاعنا اللي هو كان الساعه 2 لو انت فاكر، الميعاد ده جه، اخواتي الكبار فجاه اختلفوا مع بعض، قاموا اتخانقوا مثلا ضربوا بعض.
على ما قعدنا نفض ما بينهم، بس يا حبيبي كخ يا بابا، يا ابني احترم بابا، يا ابني احترم ماما، يا ابني احترم الناس. المهم الموضوع ده خد مننا ساعه، الخناقه كانت مطوله شويه. ففجاه الساعه بقت 3. خد بالك ميعاد الغداء او ميعاد الاكل كان الساعه 2. ماما هتقول ايه؟ يلا يا جماعه جه وقت الاكل؟ لا، ده الساعه بقت 3. ده مش بس وقت الاكل جه، وقت الاكل جه اللي هو كان الساعه 2 وعدى. فهتقول ايه؟ يلا حاجه من نوعيه يلا احنا كنا المفروض نبدا اكل، يلا حبايبي اتاخرنا على ميعاد الاكل، يلا احنا كنا المفروض ناكل دلوقتي او كنا المفروض نكون بناكل. اي حاجه او اي تعبير هيعرفك ان we are late. يعني we are late يعني احنا متاخرين على اللي بنعمله، ساعتها انت بتستخدم التعبير ده. فماما هتقول ايه؟ يلا حبايبي it's time we ate our food او it's time we had lunch. لو انت مظبط ميعاد للمذاكره، يا رب تكون مظبط ميعاد للمذاكره وقاعد مع اصحابك ومظبطين انتوا هتبداوا مثلا احنا هنلعب ماتشين بلاي ستيشن مثلا وهنبدا الساعه 1 مذاكره. طبعا كالعاده البلاي ستيشن سحلتنا ولعبنا بدل الماتشين لعبنا 4 أو 5 فالساعه بقت 3. فحد منكم محترم، يا رب يكون في حياتك حد محترم بيشدك للخير كده وبيشدك على المذاكره. ركز في صحبتك كويس، لازم يكون في حد بينصحك حواليك. لو مفيش حد في حياتك بينصحك فراجع نفسك وراجع صحبتك. نرجع لمرجوعنا. المفروض كنا هنذاكر الساعة 1، طب الساعة جت 3، فيقول لك لا احنا كده اتأخرنا كنا المفروض نبدأ نذاكر. فيقول it's time we studied. يعني كده it's time we لازم تحط فعل هنا عشان استخدم الماضي البسيط. يبقى it's time we studied، it's time we had lunch، it's time we went out of here، it's time we went اللي هي كانت it's time لما كنا ماشيين في ميعادنا كانت it's time to go أو it's time for going. أظن الكلام سهل وبأمر الله يكون سهل ومفهوم بالنسبة لك. احفظ الموضوع مش صعب خالص. to المصدر for ing for noun. لو جالي فعل أنا عايز مين؟ أنا عايز ماضي بسيط، ولكن مع الحفظ عايزك تكون فاهم إن هنا جه الميعاد في أول 2 جه الميعاد بتاعي فيلا ننفذ، إنما هنا الميعاد جه وعدى فإحنا we are late إحنا متأخرين. يلا نخش على اللي بعده. أنا عندي حاجة اسمها would rather. اكتبها كده بس القلم عنده رأي تاني. عندي حاجة اسمها would rather. would rather دي أنا عندي قاعدتين ليها، هخليك تحفظ الأول بعد كده نبدأ نفهم. would rather قاعدتها كالآتي: لو جه قبلها فاعل، سيادتك عايز بعدها فعل في المصدر. أظن كلام سهل جدا ما فيهوش مشكلة. أما would rather لو جه قبلها فاعل وبعدها فاعل فسيادتك عايز ماضي بسيط. أظن الكلام سهل يتحفظ. قبل ما أفهمك أي حاجة احفظ الكلام ده. قول معايا، غنيها كده هتفرق معاك. would rather. قول معايا would rather فاعل واحد مصدر تاني. would rather فاعل واحد مصدر. would rather فاعلين ماضي بسيط تاني. would rather فاعل واحد مصدر. would rather فاعلين ماضي بسيط. ماشي يا مستر، خلاص فهمت او حفظت بمعنى اصح، لسه ما فهمتش. ان would rather لو قبلها فاعل يبقى انا عايز مصدر. would rather لو معاها قبلها فاعل وبعدها فاعل، خد بالك حتى لو الفاعلين دول يعني I would rather I هعتبرهم فاعلين، مش شرط يكونوا شخصين مختلفين. انا هنا عايز ماضي بسيط. طب يا مستر محمد فهمني عشان انا مش فاهم ايه الكلام ده. would rather اللي معاها فاعل واحد بس وبعدها مصدر دي معناها يفضل حاجه. طب would rather اللي معاها فاعل انه ماضي بسيط دي معناها يتمنى. مستر محمد هو ايه الفرق بين التفضيل والتمني؟ ركز معايا قوي. في التفضيل يا حبيب قلبي انت مفيش حاجه مفروضه عليك. في حد بيقول لك تاخد شاي ولا قهوه، ماسك كده الكوبايتين، او بيقول لك انا هحضر حاجه اعمل لك شاي ولا قهوه، فانت تقول والله افضل اخد شاي. هل في اي شيء مفروض عليك هنا خالص؟ شاي ولا قهوه؟ شاي. دي الجمله الاولانيه، انت بتفضل الشاي على القهوه فتقول I would rather drink tea. تاني كده I would rather drink tea او I would rather drink coffee. بفضل اشرب قهوه. تاخد لحمه ولا فراخ؟ والله فراخ.
فتقول I would rather eat chicken أو I would rather eat meat. قشطة؟ أعتقد قشطة، مفيش مشكلة. ده التفضيل، مفيش شيء مفروض عليك ده ولا ده، أنت بتقول والله ده. إنما التمني في شيء مفروض عليك، في وضع مش عاجبك، فأنت بتتمنى عكسه. في حاجة بالفعل حاصلة، جاب لك كوباية القهوة من غير ما ياخد رأيك وحطها قدامك، فتقول والله أنا أتمنى لو كنت جبت لي شاي مثلا عشان مش عاجبني القهوة دي. ماشي، ركز في ده قوي. انا عارف ان بالعربي تحس التفضيل زي التمني، تقول لي انا ممكن اقول له افضل لو كنت جبت لي كوبايه قهوه او كوبايه شاي. انا عارف ان ممكن تفكر في ايه، بس افهم المدلول. سيبك من المسميات بالعربي، مش لازم الانجليش كله يترجم للعربي يميك سنس بالنسبه لك. ركز في قاعده الانجليش، افهم مني الشرح يعني ايه كلمه تفضيل ويعني ايه كلمه تمني. انا فهمتك من شويه ان التفضيل يعني محدش بيجبرك على حاجه، ده قدامك وده قدامك. التمني في حاجه حاصله ومش عاجباك، في حاجه حاصله ومش عاجباك. زي مثلا مامتك قالت لك خش ذاكر، قلت لها حاضر هدخل اذاكر، فدخلت عليك بعدها بشويه لقيتك قاعد بتلعب ببجي. يا اخي منك لله، حرام عليك. فهتقول لك اتمنى تذاكر، اتمنى تذاكر. ده مش تفضيل، ده تمني. ليه؟ لانها نفسها في وضع عكسه هو اللي حاصل. محدش خيرها، محدش قال لها ابنك يلعب ولا يذاكر فقالت والله يذاكر. لا لا لا، ده هي دخلت اصلا لقيتك بتلعب، فعايزه تتمنى عكس الوضع ده. فتقول لك I would rather you، انا اتمنى ان انت مش study بقى studied. I would rather you studied. خد بالك التمني بيحتاج ماضي، هناخد درس كامل اسمه الانريل باست، الماضي الغير حقيقي، هتفهم فيه ده. هتقول لي يا مستر ده هي بتقول لي اتمنى تذاكر دلوقتي، ايه علاقه الماضي بالموضوع؟ التمني بيستخدم القاعده دي. I would rather you studied، يعني كده I would rather you studied، دي معناها اتمنى لو تذاكر دلوقتي. في درس الانريل باست هفهمك ليه بقول دلوقتي، واصلا التكوينه هي ماضي بسيط. بس احفظ لي القاعده دي، مهمه جدا 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 جدا. واحد صاحبك قاعد معاك فقال لك انا قايم ماشي خلاص، هو ما خيركش، ما قالكش امشي ولا اقعد، ده هو ماشي، فكده بيفرض عليك وضع مش عاجبك، فانت تقول له اتمنى لو قعدت معايا، اتمنى لو قعدت معايا. فتقول له I would rather you، مش stay، I would rather you stayed with me. يعني كده I would rather you stayed with me. خد بالك انا بتكلم على السبيشال كيسز بتاعت الباست سمبل، في حاله تانية لزمن تاني خاصه بالقاعده دي، بس لما يجي وقتها هنشتغلها. مبدئيا انت عندك would rather فاعل واحد مصدر، انما would rather فاعلين، انت عايز ماضي بسيط. الكيس الثالثه بتاع التمني برضو، اتمنى تكون فهمت يعني ايه كلمه تمني دي، او ان التمني دايما عايز ماضي. ان سيادتك بيكون عندك حاجه اسمها wish. طبعا wish بطبيعه الحال بيجي قبلها فاعل، وهيجي بعد wish فاعل تاني، فانت عايز ماضي بسيط. وعندك حاجه اسمها if only. if only بيجي بعدها فاعل، فانت هنا عايز برضو ماضي بسيط. الفرق الوحيد بس بينهم في التكوين ان ويش قبلها فعل، انما if only هبدأ بيها الجملة، مش هيكون في فاعل قبلها. نفس مامتك اللي دخلت عليك فلقيتك ما بتذاكرش، فبتقول لك اتمنى تذاكر. اتمنى تذاكر دي هتقولها I wish you studied. او لو بس تذاكر وتخلي عندك دم if only you studied. if only you studied. قاعد لقيت نفسك مفلس معكش جنيه، فتقول ياه لو معايا فلوس، اتمنى يكون معايا فلوس، فتقول I wish I had money. التمني عايز ماضي، عارف ان ممكن تقول ايه علاقه الماضي بالموضوع هنا؟ ده انا اتمنى يكون معايا فلوس دلوقتي او في المستقبل، ايه علاقه ده؟ هتفهم في درس الانريل باست، هعمل لك فيديو كامل عن الدرس ده. انا دلوقتي بتكلم على السبيشال كيسز على الضيق كده، حالات مميزه لزمن الماضي البسيط، فعايزك تحفظها زي اسمك. يبقى I wish I had مش have money، او if only I had money. اتمنى يكون الكلام ده واضح ويكون مهم. انا كلمتك عن 3 special cases عن الماضي البسيط. معلش انا بعتبر نفسي ان انا في السنتر قدام الطلبه وبحب اراجع، عارف ان انت لو حبيت تراجع هترجع الفيديو، بس استحملني معلش
عايز مصلحتك والله وخايف عليك. It's time ليها كام حالة؟ ليها 3. It's time to المصدر. It's time for ing أو noun. It's time فاعل وماضي بسيط. دي أهم واحدة فيهم. بعد كده عندي would rather فاعل واحد مصدر فاعلين ماضي بسيط. would rather قبلها فاعل بس، انت عايز مصدر معناه يفضل. would rather قبلها فاعل وبعدها فاعل، يبقى انت عايز ماضي بسيط. الحالة الثالثة ان wish و if only بيجي بعدهم فاعل، فانت عايز ماضي بسيط. زي ما قلت لك في كلام اكتر في الادوات اللي كتبتها على السبوره النهارده، ولكن بعد ما اخد الزمن الخاص بيهم الثاني اللي هنتكلم عنه قريب في درس الانريل باست. يا رب اشوفكم علو السما، ويا رب افرح بيكم ان شاء الله. افتكر دايما ان كل حاجه جميله هتحققها في حياتك اولها ايام زي دي محتاجه منك جدعنه، ومحتاجه منك مثابره، ومحتاجه منك شغل. لازم نشتغل، عشان لازم نتعب عشان ربنا يكرمنا، وعشان ما نلومش على نفسنا. نقول يا لو كنت شديت شويه. اسعى، بس اسعى، انت مسؤول عن ده، مش مسؤول عن اي حاجه تانية، وربنا يكرمك ان شاء الله. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تعرف الناس ان احنا بنعمل عظمه هنا. اتمنى تكون شايف بنعمل عظمه، ان شاء الله تكون شايف ده. واعمل منشن لاصحابك وظبط الدنيا عشان غيرك يستفيد. وما تنساش ان انا هسيب لك في الديسكربشن بتاع الفيديو لينك جوجل فورم هتخشها، هتسيب بياناتك، والتيم بتاعنا هيتصل بيك ويكلمك في حاجه مهمه جدا جدا هتفرق معاك. حبايبي، سلام عليكم.